والآن à tous de l'EDO, retour au vert des moyens, et donc nous redémarrons la chronologie. 3, 2, 1, top. مرة أخرى قد قيل لنا إن هناك انخفاض في الطاقة. أعتقد أنه في بعض الأشياء أنا لست واثقا مما يحدث، ولكن علي أن أتفحص الأمر من كل شيء، وما زلنا مستمرين. ونعود مرة أخرى ونتحدث عن العد التنازلي، وهو سالب 7 دقائق أو بعد 7 دقائق بالسالب، وهذا الأمر يسمح لمحطة الإطلاق 7 دقائق للفحص وإعادة الفحص وللمراقبة والتأكد من كل شيء في النظام. في الوقت الحالي فمن الداخل ومرحلة الإطلاق فإن هناك وزنه كما نعرف 3.2 طن، وهذه هي الحالة. وفي النايل سات فإن هناك زيادة، وهذا الجزء الأسود الذي يمكنكم أن تشاهدونه وهو الذي يسمح بالإطلاق. وسوف يتم استخدام هذه التقنية للمرة الأولى، وهو أطول من القمر مما كان في القمر الصناعي السابق، ويتم وضعه في المرحلة وفي الجزء التجميعي الأخير. ولكن في مرحلة التجميع فإن هناك درجة حرارة 20 درجة ودرجة الحرارة 14 درجة. ومن الأقمار الصناعية فإننا ننتقل إلى المشاركين الرئيسيين ومدير المهمة، عادة ما يكون هذا الشخص هو المسؤول عن الإعداد والتجهيز، ويكون هناك مكالمة فيما بينهم إذا كان القمر مستعدا أم لا. ونتحدث عن التجهيز فإن هناك جهاز الإطلاق والكل مستعد، ولكن أيضا قبل القيام بأي شيء وبالمهمة بالكامل يكون هناك مراقبة وهناك قواعد، وهي في مرحلة في محطة أريان سبيس. وكما يمكنكم أن تروا فإن الكل يعمل، وفيجا وأيضا أريان سبيس أيضا تقوم بعمل حملات، وكل الجهود جهود مختلفة بين أريان سبيس وإيسا، وأيضا وكالة الفضاء الفرنسية. وإيسا هي المسؤولة عن البرامج، وميناس أو الشركة الوكالة الفرنسية فهي مسؤولة عن تلك الأنشطة في قاعدة، وأريان سبيس فهي مشغل الأسرة بالكامل. ويمكنكم أن تروا الآن في أنه للمرة الأولى منذ الشهرين من ديسمبر العام الماضي، فإذا لم كنت مخطئا في التاريخ، نظرة على فريق الإدارة. وما قلت لكم هناك حوالي 150 شخص وهم في جوبستر، وهناك 3 فرق بشكل أساسي، واحد لتنسيق الحملة والعد التنازلي، هم يعملون الآن على قدم وساق. هناك أيضا فريق يعمل على جاهزية والاستعداد للإطلاق، وأيضا نقل المركبة إلى المحطة، وسنرى ذلك كما رأيناه في الفيلم الوثائقي. وهناك فريق مستقل عن الفريقين السابقين، وهو يقوم بفحص كل شيء، وهم مستعدين لأن هناك معدات معقدة، وكل شيء لابد أن يتم على ما يرام، وإلا لن يتم إعطاء الضوء الأخضر إلا زي قالوا هم كلمتهم. واحدة من اللقطات الأخيرة، هذه اللقطة تلك التي يتم بها ضخ النيتروجين والأكسجين، وقد أشرح لكم ذلك. ولكن هذه الأجهزة المغذية لابد من ملئها. يمكننا أن نرى هذه الألوان هذه الأعمدة قد تحولت إلى اللون الأخضر، كان يعني أن هناك قد تم ملء هذه الأجزاء بالنيتروجين المسال، وهذا ما يطلق عليه أجهزة الدفع
وعند -5 ثواني سوف تبدأ عملية الإطلاق. والبعض قد وصل إلى هنا قبل وصول القمر بنفسه، وذلك لبدء أخرى. يمكن أن نراهم هنا أمامنا. دقيقتين ونرى مرة أخرى مرحلة إطلاق نايلسات 201. نرى أن كل الأعمدة أصبحت باللون الأخضر، ويمكن أن نرى أن هذه المراحل هي المراحل المختلفة التي تم استكمالها وفحصها. كما نرى أن هناك درجات الحرارة والسلامة والأمن والاتصالات، وكل هذه المراحل قد تم فحصها ويتم إرسال هذه المعلومات ويتم إرسالها إلى جوبيتر، وهو يطلق عليه مركز جوبيتر، ويتم عمل اتصال فيما بينهم إذا ما تم بدء العد التنازلي هذا يتم وإيقافه أم أنه سوف يستمر. Attention pour moins une minute. In a few seconds, we'll be into the final 60 seconds. أقل من دقيقة. -5 seconds, you'll hear the DDO calling out 10, 9, 8, and when it gets to 5, the camera will be on the arms, this propeller arms, and you watch them swing back. That gets the whole thing started. Also watch out for 1,500 cubic meters of water, which is going to start to come pouring in from the water tower on the launch pad. This will deaden the thermal shocks and the noise, which could damage the satellite at liftoff. عند الإطلاق إذن سوف يبدأ بفاصل 3 ثواني ويتم إعطاء الأمر للإبحار، وعندما نصل إلى الصفر هذا ما يطلق عليه ألوماج، أي مرحلة الصفر، ولكن سوف يتم الفحص في 7 ثواني فقط. Attention pour le décompte final. All right, watch for that. We'll see it when Ariane has cleared the tower. 10, 9, ننظر إلى البرج. 10 9 6 5 7 6 5 4 3 2 1 top. Allumage moteur Vulcain. كما ترون الصورة أمامكم الآن. Allumage des EAP et décollage. حسنا في الوقت المحدد 5:45 بالوقت المحلي والتوقيت المحلي قد تم إطلاق القمر الصناعي، ونرى أن المصور يتابع هذا القمر في جوبيتر، ونرى أن الأمر مدهش ومثير للغاية، وهذه اللقطات لقطات رائعة. 750 من الوقود قد تملقها، وهناك أيضا حرق ل 2.5 من أطنان الوقود، ونرى أن هناك حرق أيضا للوقود ويتم عده بالثواني، ونرى أن هذا الصوت وصوت الضوضاء يصل إلينا. أريان تتابع البرنامج على أجهزة الكمبيوتر الذي يعطي الأوامر لمرحلة الفصل، وسوف نبدأ في مشاهدة ذلك. هل تتذكرون الهيدروجين المسيل الذي قد تم وضعه في الحاويات؟ يبدو أن كل شيء على ما يرام، ونرى أن الهيدروجين وأن تانك الهيدروجين المسيل أيضا قد وضعه في